شهرين ب60 يوم، كل مرة بنبعد عن بعض أكتر. ولا أنا قادرة أفتحكوا ولا أنتوا قادرين تفهموني وتفهموا دماغي. مش عارفة أنا هفضل مراكمة إمتى كده، لا فتحت كتاب ولا ذاكرت. كل دي مواد بقى، أعمل إيه؟ إمتى هنقرب من بعض ونحب بعض كده ويبقى العلاقة ما بيننا جميلة؟ ياه، أيام ما كنت شاطر زمان. حبايب قلب مس مارينا في كل مكان وكل المراحل الدراسية، من أول أولى إعدادي لغاية تالتة ثانوي، حتى ابتدائي كمان اللي بيسمعنا. لو أنت مراكم المواد عليك وما ذاكرتش من أول السنة وحاسس بإحباط شديد، تعالى بالراحة هساعدك وانصحك وأقف جنبك. شباب، انتوا لازم تغيروا خطتكم، لازم تتخلوا عن بعض الرفاهيات اللي انتوا بقيتوا بتعتمدوا عليها في حياتكم. لازم تزودوا عدد ساعات مذاكرتكم، لازم تزودوا أكلكم من البروتين والحاجات اللي بتدي طاقة للجسم وبتشغل العقل. لازم تبعد عن صحابك اللي بيحاولوا ان هم يشتتوك او يحبطوك او يقللوا منك او من مكانتك، وهم مراكمين زيهم زيك بس هم مش قادرين ياخدوا الخطوة، لكن انت قادر. عندك طاقة انك تبدع، بدع، ما يهمكش اي حاجة. امشي بخطوط متوازية، ما تجيش على نفسك قوي لدرجة انك تزهق وتمل وتراكم عليك اكتر. انا ممكن انظم عدد ساعات مذاكرتي، ممكن اذاكر ساعة والعب ربع ساعة، بس الساعة اللي انا هقعدها واذاكر فيها دي تبقى بما يرضي الله، ما يبقاش فيها افكار ويبقى فيها سرحان ويبقى فيها حاجات مشتتاني. الساعة اللي انا هقعد فيها دي تبقى ساعة كلها على بعضها وكلها مذاكرة. انا مثلا مش لازم اقعد اذاكر كل المواد النهارده، مفيش حد بيعمل كده يا جماعه، بس على الاقل لو انا عندي 6 مواد اذاكر منهم مادتين، ولو ذاكرت المادتين بما يرضي الله خلاص انت مش محتاج حاجه. ولو كل درس اخد منك نص ساعه او ساعه خلاص انت مش محتاج حاجه. الموضوع بسيط والدروس بسيطه لو انت حاسس من جواك انك انت قادر انك تعمل كده، وانت قوي وشخص قوي. ما تخليش حد يضعفك ويحبطك، بالعكس دايما بحس ان بابا وماما واقفين جنبك، دايما بحس ان المدرسين اللي بيحبوك واقفين جنبك. بتسمع نصايح مش من حد بيديك نصيحة ليه وهو بيقولك انا بنصحك. ليه بتسمع كلام سلبي 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 واحباط وانت من جواك حد كويس؟ استغل الحاجة الكويسة اللي فيك، زود بذرتك وازرعها اكتر واكتر وخليها شجرة عشان انت تقدر تتجاوز اي محنة وتبقى قاعد في الامتحان زيك زي اللي قاعد مذاكر من اول السنة. ده بالعكس، ده انت لما بتكون يمكن مأخر نفسك شوية تبقى حاجة حلوة انك انت قادر تحصل المعلومات بسرعة شديدة عقليا وجسديا وذهنيا. انا بنصحك وبقول لك الحق نفسك، احنا لسه يعتبر في الترم الاول عشان ما تجيش تندم بعد كده في الترم التاني. بيبقى الواحد صعبان عليه ان هو ضيع ترم بحاله، ضيع شهر يا ابني، ضيع شهرين، ولا انك تضيع سنة دراسية بحالها. انت لا في حمل انك تتعب نفسيا ولا تتأذي نفسيا، لا انت ولا باباك ولا مامتك. عشان كده انا بقولك الكلام ده من اختك مارينا اللي بتحبك وخايفة عليك وعايزاك دايما تفضل شاطر وعايزاك دايما تفضل قوي. الحياة ابسط من كده، احنا مش هندخلك الجنة والنار لو ما قفلتش في الامتحان، بس على الأقل اجتهد، على الأقل اعمل اللي عليك قدام ربنا قبل ما تعمل اللي عليك قدام الناس. ده اللي أنا عايزاك تعرفه كويس جدا. حب نفسك، ذاكر، وحاول شوية انك تيجي على نفسك عشان تبقى حاجة كبيرة في مجتمع محتاجك. كانت معاكم مس مارينا عاطف، مدرسة التاريخ والجغرافيا، وأتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الكلام ده من كل قلبي. بحبكم جدا جدا جدا. سلام.